لو مستعجلين او راجعين من الشغل واليوم كان زحمة جدا وعايزين تعملوا اكلة سهلة وسريعة وما تاخدش منكم اكتر من نص ساعة وفي نفس الوقت طعمها خطير، يبقى مفيش احلى من البيف استراجانوف. هتعملوه بكل سهولة، والميزة بقى ان هو بيتعمل في طاسة واحدة وفعلا طعمه خطير. وكمان هقول لكم تقدموه مع ايه. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. في طاسة على نار عالية هحط معلقة صغيرة من الزبدة ومعلقة صغيرة من الزيت. أول ما يسيحوا كده والطاسة تسخن كويس قوي هنزل بنص كيلو من اللحمة، أنا مقطعاها شرايح، والأحسن تكون شرايح رفيعة علشان تستوي أسرع. وأنا جايبة اللحمة من وش الفخدة علشان برضو مش عايزاها تاخد وقت معايا خالص في السوا. هتبلها بملح وفلفل أسود وهفضل أشوح فيها كده لحد ما تغير لونها كلها وتاخد لون ذهبي بسيط قوي. وضروري جدا النار تكون عالية عشان مش عايزاها تنزل مية خالص، ولو نزلت معاكم مية افضلوا قلبوا فيها لحد ما تشرب ميتها خالص وتوصل للون ده. بعد كده هنشيلها على طبق على جنب، وفي نفس الطاسه بحط معلقه صغيره من الزبده ومعلقه صغيره من الزيت تاني، وهنزل ببصله متوسطه متقطعه صغير قوي، ملح وفلفل اسود، وهشوح البصله كده لحد ما تبدا تغير لونها شويه. بعد كده هنزل بفصين توم مفروم اشوحه لحد ما ريحته تطلع، وهنزل عليهم ب 200 جرام من المشروم الفريش متقطع شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هقلب المشروم لحد ما يدبل خالص ولونه يغير. هنزل عليه بمعلقه كبيره من الدقيق، هقلبه لحد ما يختفي خالص. وانتوا بتقلبوا كده لو حسيتوا ان انتوا محتاجين معلقه كمان من الزيت ممكن تزودوها عشان يبقى سهل عليكم في التقليب. هنزل عليهم بكوبايه من الشوربه السخنه، ولو ما عندكمش شوربه جيبوا كوبايه من الميه المغليه ودوبوا فيها مكعب مرقه. المهم ان انتوا تقلبوهم كويس وتحاولوا تطلعوا اي حاجه لازقه في الطاسه من تحت. فوطي النار واخليهم على عين متوسطه، وهنزل بقى بكوبايه من كريمه الطبخ. وكريمه الطبخ دي اللي انا عملتها معاكم في فيديو قبل كده، خطيره يا جماعه لازم تجربوها. هقلبهم مع بعض كويس جدا. بعد كده بقى هنزل بنص كوبايه من الساور كريم او الكريمه الحامضه. طب لو ما عندكمش استخدموا بدلها الزبادي اليوناني، بس اوعوا تستغنوا عنهم لان دول اساس الوصفه. هاخد شويه من الصوص اللي موجود في الطاسه واخفف بيه الساور كريم علشان لما اضيفها اقلبها بسهوله وما تعملش كتل معايا. واقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. واخر حاجه بقى هضيفها معلقتين صغيرين من الصويا صوص ومعلقتين صغيرين من المستردة. طبعا انا عارفه ان هما مش موجودين في كل بيت، يعني لو انتوا ما عندكمش وعندكم كل حاجه بتاعه الوصفه الا دول فممكن تستغنوا عنهم. بعد ما ضفنا كل حاجه بندوق ونشوف لو محتاجين ملح وفلفل اسود زياده، واقلبهم مع بعض كويس. واجيب بقى اللحمه اللي انا كنت شايلاها على جنب اضيفها واقلبهم مع بعض كويس قوي. يقعدوا على النار كده يعني دقايق مش اكتر. هي اللحمه كده كده ما بتاخدش وقت في السوا، فالمفروض انها استوت، بس احنا عايزينها تاخد من طعم كل حاجه فبنسيبهم على النار شويه. وبعد كده في الاخر خالص بزينهم بشويه من البقدونس، وممكن تزينوهم بالبصل الاخضر لو انتوا حابين. وكده بقى جاهز عندكم احلى بيف استراجانوف في اقل من نص ساعه. طبق خطير. ممكن تقدموه مع البطاطس المهروسه او مع الرز الابيض. انا حبيت اقدمه مع المكرونه المسلوقه وكان طعمه حلو جدا. الميكس بتاع اللحمه مع المشروم مع الصوص المميز ده، طعم كل حاجه كانت مظبوطه بالظبط. جربوه، انا واثقه جدا انكم هتحبوه.